بتبدأ الأحداث في محطة القطر، وهناك بنشوف نيك وهو بيعزف على الترومبيت بتاعه مقابل الناس تديله فلوس. وبنشوف كاري اللي بتكون متأخرة عن القطر بتاعها وهي بتجري ومستعجلة، وبيقع منها التليفون بتاعها قدام نيك. لما بيندع عليها مش بتكون سامعاه، وبتكمل طريقها جري علشان تلحق القطر، لكنه بيفوتها. لما بيرجع ينده عليها تاني وبيديلها التليفون بتاعها بعد ما بيكون اتكسر من الوقعة. بتروح كاري تسأل العامل عن ميعاد أي قطر تاني، لكنه بيقول لها إن المحطة هتقفل دلوقتي وتقدر تيجي بكرة. فبتتضايق لأن كان مهم إنها توصل بوسطن. بعد ما بيخرج نجي وبيشوفها واقفة، بيسألها لو كانت محتاجة أي مساعدة. لما بترفض في الأول، بيقول لها نيك إنها تقدر ترجع له الفلوس اللي هيساعدها بيها بعدين. لما بيوقف لها تاكسي عشان يوصلها لبوسطن، بيطلب منه فلوس كتير، والكاردز بتوعه بيكونوا وقفوا وباظوا، فمش بيعرف يدي السواق الفلوس، فبيمشي السواق وبيسيبهم واقفين. لما بيحاول يتصل على صاحبه بيكون تليفونه فصل شحن، فبتتريق عليه كاري وبتقول له إن هو طالما مش معاه أي حاجة شغالة ليه واقف يساعدها ويعطلها. فبيقول لها نيك إن هو غلطان عشان عايز يساعدها وعطل نفسه هو كمان. بعدين هي بتمشي وبتسيبه. بتروح تعدي من طريق فيه شوية شباب سكرانين وبتكون خايفة منهم، لكن نيك بيجي في آخر لحظة وبيمشي جنبها عشان محدش من الشباب يقدر يكلمها. بعد كده بتحكي له إن الشنطة بتاعتها اتسرقت، وكان فيها كل فلوسها والكارد بتاعتها وكل حاجتها، وإنها مش عارفة تعمل إيه دلوقتي. بتقوله إن شنطتها اتسرقت منها وهي كانت قاعدة في حانة في نص البلد. فبيقول لها نيك إن هم هيروحوا يدوروا على شنطتها في صناديق الزبالة اللي في نص البلد وفي الحانات اللي موجودة هناك، وده لأن الحرامي بياخد الفلوس وبيرمي أي حاجة تانية كانت مع الفلوس. بيبدأوا يدوروا في أول حانة في وسط البلد، لكن مش بيلاقوا حاجة. فبيروح نيك للنادل اللي في الحانة وبيسأله لو شاف شنطة نوعها برادة في المكان هنا، لكن هو بيقول لهم إن هو ما شافش أي شنط في الحانة وإنهم بيدوروا في المكان الغلط. لكن بتقول له كاري إن الشنطة دي مهمة بالنسبة لها وإنها هتدفع فلوس كتير مقابل لو جاب لها الشنطة بتاعتها. فبيقول لها النادل إن هم يستنوه عقبال ما يرجع. وهم قاعدين بيتكلموا، بيقول لها نيك إن هو موجود في المدينة عشان بكرة عنده تجربة أداء، وإنه كان في المحطة بيتدرب وهو بيعزف على الترومبيت. وبتحكي له كاري إنها كانت زمان بتعزف موسيقى الجاز، لكن حاليا مستشارة فنية، وإنها موجودة في المدينة عشان كده تشتري لوحة معينة. بيتكلموا، بيجي النادل وبيقول لهم إن هو قادر يحصل على عنوان الناس اللي سرقوا شنطتها. بيقول لها نيك إن المكان ده مش كويس لأنه مليان حرامية وناس بلطجية. بعد ما بيخرجوا من الحانة، بتقول له كاري إن هو يقدر يمشي عشان تجربة الأداء بتاعته وهي هتروح لوحدها، لكن هو بيقول لها إن ده مكان مش كويس أو مش هيسيبها تروح لوحدها لمكان زي ده. وبيقول لها إن هو هيروح معاها. وفي طريقهم بيفضلوا يتكلموا عن حياتهم، ولما بيسألها علشان مش لابسة خاتم، بتقوله إن هو في الصيانة في بوسطن. وبيبان عليه إن هو مش مصدقها، لكن بيكون مش فارقة معاه. لما بيوصلوا المكان اللي فيه الشنطة، بيقول لها إن هو هيدخل لوحده وبيسألها لو كانت فيها حاجة مميزة غير إنها برادة سودا. فبتقوله إن هو هيلاقي مكتوب جوه الشنطة حرفين بخط طفل صغير. بتقوله إن ابن جوزها هو اللي كتبهم، ودول اختصار اسمها بروك دالتون، وإن هي قالت له على اسم كاري لأنها ما كانتش تعرفه، وكان بالنسبة لها شخص غريب على إنها تثق فيه وتقول له اسمها الحقيقي. فبيقول لها نيك إنها تستناه في مكان آمن وهو هيجيب لها الشنطة بطريقته. بتروح بروك تتصل بجوزها وبتقوله إنها جابت اللوحة وإن الأمور ماشية كويس في نيويورك عشان ما يضطرش إن هو يجيلها غير لما تلاقي شنطتها. لكن هو بيصدمها وبيقول لها إن هو هيجي نيويورك الساعة 8 الصبح، وبتحاول تخليه ما يجيش، بس هو بيقول لها إن خلاص حجز التذكرة. وبنشوف نيك بعد ما بيجمع الشنطة من ضمن الشنط المسروقة، بيقوله اللي سرقها إن هو اتفق مع النادل اللي في الحانة إن هو هيدفع $900، لكن نيك بيقوله إن هو ادى النادل الفلوس. بيكونوا هيتصلوا على النادل بس بيشوفوا الشرطة في الكاميرات، فالحرامي بيضرب نيك وبيجري هو والشخص التاني اللي معاه. وبعد ما بيخرجوا من المكان بتعتذر له بروك إنها اتصلت على الشرطة. فبيقول لها نيك إن شنطتها دلوقتي في خبر كان وإنها مش تعرف ترجعها، لكن هي بتقول له إن كل حاجة راحت في خبر كان من وقت ما فوتت القطر بتاعها ومش تقدر إنها توصل قبل يوم جوازها. فبيقول لها إن هو هيساعدها في إنها تنقذ جوازها، لأن بالنسبة له هيحس إن هو بطل لو عمل كده. فبتقوله إنها لازم توصل البيت على الساعة 7، وبيكون قدامها بس 3 ساعات عشان تقدر توصل في الوقت ده. بعد ما بيعرفوا تمن رحلة لبوسطن خلال ساعة، بيقول لها نيك إن هو يعرف واحد صاحبه يقدر يساعدهم في الفلوس. بعد ما بيوصلوا للمكان اللي فيه صاحبه، بيكون حفل الجواز، فبيبان على نيك إن هو متضايق لأن هناك ممكن يقابل هانا حبيبته القديمة اللي انفصل عنها. بعد ما بيطلعوا بالأسانسير، مش بيقدر يجمع صاحبه داني وبيكونوا هيمشوا من مكان الحفلة، لكن بيجي واحد ويحسبهم إن هم الفرقة اللي بتعزف. بيقولوا نيك إن هو هيعزف لحد ما باقي الفرقة تيجي ومعاه اللي هتغني، وبيتفق معاه إن هو هياخد $500 كعربون. بعد ما بيخلصوا الأغنية، بيكتشف الراجل إن هم مش دول الفرقة، فبيجري نيك وبروك
بيفلتوا منهم. بعدين بيدخلوا أوضة وبيتصل نيك بصاحبه داني بيقوله إن هو عطاه عنوان غلط وإنه محتاج منه فلوس، ولما يسمع مكالمته يرجع يتصل عليه. بعد ما بيخرجوا من الفندق بيفكروا في الحفلات اللي بتكون موجودة في الشوارع إنها ممكن توصلها، لكن بيفشلوا إن هم يلاقوا حفلة عشان توصلها بيقعدوا محتارين يعملوا إيه. فبيقترح نيك عليها إنها أيا كانت الحاجة اللي هي عايزاها تعملها، فعايزة توصل قبل جوزها، هي تقدر تخلي حد غيرها يعملها وبكده ما تكونش قلقانة بإن جوزها يوصل قبلها. فبياخدوا تليفون شخص تاني من الناس اللي قاعدة وبتكلم صاحبتها بام وبتقول لها إنها هتروح البيت عندها وهتلاقي رسالة هي كاتباها لمايكل وتاخدها تخليها معاها. بتقول لها إنها تعمل كده قبل الساعة 8 الصبح. بعدين ترجع نيك وبتبان إنها بتشكره لكن بطريقة لطيفة. بيقول لها إن داني بعت له العنوان الصح بس هو مش عايز يروح لأن حبيبته القديمة هتكون هناك، لكن بروك بتقوله إنها هتقدر تروح معاه على إنها حبيبته الجديدة وده هيخليها تغير وتحس بالحزن إنك بقيت مع حد غيرها. لما بيوصلوا للعنوان الجديد نيك بيقابل داني وبيعرفه على بروك وبيحاول داني يلطف الجو مع بروك بس بيقوله نيك إن ما يحاولش يعمل كده لأنها مرتبطة. بتشكره بروك على الفلوس وبتقوله إن هما يقدروا يحلوا الموضوع من غير فلوس. بعدين نيك بيشوف حبيبته القديمة هانا وبتكون بروك ملاحظة اللي بيحصل، وهنا بتشوف نيك وبتروح تسلم عليه وهو بيعرفها على بروك. وبتعرف هنا إن نيك عنده تجربة أداء وبتكون مبسوطة ليه جدا. وهما واقفين بيتكلموا بيجي لوك حبيب هانا وبتعرفوا على نيك وبروك. بتقترح عليهم هانا ان هما يشربوا القهوة سوا، لكن نيك بيقول لها ان هما متأخرين ولازم يمشوا. فبتقول له هانا على اسم الفندق اللي قاعدة فيه وانه يقدر يقابلها لما يكون مش مشغول. وبعدين نيك وبروك بيمشوا من الحفلة. بيقعد نيك وبروك سوا بيتكلموا وبتقول له بروك ان هو كان لازم يواجهها ويتصرف بثبات، لكن هو بيقول لها ان ما شافهاش من 6 سنين وانه ما كانش مستعد للحظة دي. بيحكي لها ان هو وهنا عرفوا بعض لما كان في كلية الطب وانها اول شخص يكتشف موهبته في العزف وبتشجعه عليها، وهي كانت شغالة في الجرافيك ودي كانت اكتر حاجة بتحبها. لما بتسأله بروك على سبب انفصالهم بيقول لها ان هو اتعرض عليه شغل في فيلي وفي نفس اليوم ده راح واشترى خاتم علشان يتقدم لها وكان مبسوط جدا. ولما وصل شقتهم لقاها موجودة وكان باين عليها ان في حاجة عايزة تقولها. بيتصدم لما بتقوله ان جه وقت ان هما ينفصلوا ويسيبوا بعض. كانت بالنسبة له صدمة وحس ان قلبه اتكسر. فبتقول له بروك إنها أسفة عشان فكرته باللي حصل ده، لكن لسه قدامه فرصة تانية إنه يحاول مرة تانية ويتكلم معاها، وإن الشخص اللي كان معاها ده اسمه كول مش باين عليه إن هو حبيبها، والدليل إنها قالت له على اسم الفندق اللي قاعدة فيه. فمفيش مشكلة لو حاول مرة تانية، جايز اللي حصل ده يكون إشارة عشان يحاول تاني معاها وإن هما يرجعوا علاقتهم تاني مع بعض. فبيوافق نيك إن هو يروح لهانا ويتكلم معاها من تاني. بيروح هو وبروك لمكان الحفلة تاني وبيسيب بروك وبيروح يتكلم مع هانا، وبتخرج بروك تستناه برا الحفلة على ما يخلصوا الكلام. بعد ما بيخرج نيك بيكون باين عليه إن هو متضايق. لما بتسأله بروك على اللي حصل بيقول لها إنها حامل ودي بتكون بالنسبة لها صدمة كبيرة. بتحاول بروك إنها تعتذر منه لأنها السبب في إنه يروح يتكلم معاها تاني، لكن هو بيشكرها إن بسببها قدر يحدد حياته هيكون مصيرها إيه بعد ما عرف إن رجوع علاقته مع هانا موضوع منتهي. بيكملوا طريقهم لأنهم بيكونوا تعبوا من فرهدة اليوم الكامل اللي قضوه مع بعض أو بيكونوا محتاجين يرتاحوا شوية عشان اختبار الأداء بتاع نيك. بيكونوا في طريقهم وبيشوفوا مكان لشخص بيقدر يتوقع اللي بيحصل لأي شخص في المستقبل. بيقترح عليه بروك إن هم يروحوا ويجربوا حظهم، لكن بيكون نيك مش مصدق الكلام ده بس بيوافق إن هو يروح معاها. بعدين بيروحوا للشخص ده وبيستقبلهم وبيدخلهم بيته وبتسأله بروك إن هو يستخدم أوراق الطاروت أو البلورة الكريستال عشان يقدر يقرأ المستقبل، لكن الراجل بيرد عليها إن هو زمان كان بيستخدمها لكن مراته اقترحت عليه إن هو يبطل يستخدمها ويجرب إن هو يبص في وش أي شخص وهو يقدر يقرأ مستقبله. بيبدأ بنيك وبيقوله إن هو عازف ترومبيت وإن الناس بتحب عزفه حتى اللي بيكونوا شاكين فيه في الأول إن عزفه وحش. وهو بيقول لبروك إن مشكلتها إنها بتكون فاكرة نفسها إنها عارفة مشكلتها فين وإنها تقدر تحلها، لكن ده غلط وإن هي في نص الطريق لا عارفة إنها تكمل اللي بتعمله ولا إنها تتراجع عنه. بيقول لها إنها في إيديها اختيارات لكن هي خايفة إنها تقبل على أي اختيار فيهم. بيقول لها إنها ممكن يكون ليها مستقبل مع نيك بس هي بتقطعه وبتقوله إنها متجوزة، لكن هو بيكون مصمم على اللي بيشوفه وإن قدامها إنها تنسحب من اللي مقررة تعمله، وهو يقصد هنا جوازها من مايكل. وهي بتسأله إن لو ما كانش قدامها اختيار تاني غير ده وإن القرار ده متوقف عليه حياتها كلها، بس هو بيقول لها من خبرته من جوازه كل السنين دي كلها إن هو اتعلم إن الشخص ما يخليش اللي بيحبه يتحكم فيه أو يتحكم في طريقة حبه ليه. وبعدين بتطلب منه بروك إنها تستخدم تليفونه. بتروح تتصل بصاحبتها بام عشان تعرف منها هي عملت اللي قالت لها عليه ولا لأ، لكن بتقول لها بام إنها ما لقتش مفتاح شقتها في المكان اللي قالت لها عليه وإنها حاولت تتصل عليها كتير بس ما عرفتش توصل لها.
وبيكون الوقت عدى على وصول مايكل اللي هو كان الساعة 4، وبيكون بالنسبة لها الموضوع انتهى. وبعدين بتفصل بروك المكالمة مع بام. بيكون نيك والشخص اللي راحوا عنده قاعدين بيتكلموا وبيقولوا ازاي اتعرف على مراته، ولما بيقولوا نيك ان هما باينين في الصور ان علاقتهم مثالية، بيرد عليه بيقولوا ان مفيش علاقة مثالية، لكن انت اللي بتختار الشخص اللي هتكافح معاه عشان تكون علاقتكم مثالية. في الوقت ده بتكون بروك واقفة وسامعة كل حوارهم، وبعد ما بيخرجوا من عنده وفي طريقهم بيتمشوا سوا بيكون باين على بروك إنها متضايقة. ولما بيحاول نيك يعرف مالها بتحكي له وبتقول إن في ذكرى جوازها هي ومايكل كانت حابة تعمل له مفاجأة. فتحت اللابتوب بتاعه اكتشفت إن هو بيخونها، وشافت كل الرسائل بينه وبينها والكلام بتاعهم، وكانت بالنسبة لها صدمة. بعدها بيومين سافر أتلانتا. لما فتحت اللابتوب لقيت رسالة منها بتقوله إن طالما جاي لأتلانتا يروح عندها ويتقابلوا. الرسالة دي جننتها لما قرتها، وقررت إنها تكتب له رسالة بكل اللي شافته وبكل الكلام اللي قريته بينهم. بعدين حط الخاتم بتاعها في ظرف وسابته على السرير، لكن وهي في الحانة حست إنها بتحب مايكل وما كانش لازم تكتب له رسالة زي دي، لأن الكلام اللي فيها استحال إن هما يتصالحوا بعده. قررت إنها توصل قبله عشان تاخد الرسالة، ولما ما قدرتش توصل واتصلت على بام تروح تاخدها، لكن هي كمان ما عرفتش تدخل البيت. لكن هي دلوقتي ندمانة إنها عملت كده، وكان ممكن إنها تتكلم معاه وتحاول تسامحه بدل ما تعمل كل ده. وبعدين بيروحوا يشربوا قهوة سوا، فبتسيبه وبتقوله إنها هتروح للحمام، لكن بتخرج أو بتكون عايزة تمشي. لما بيشوفها نيك بيمنعها وبيقول لها إن مش الوقت اللي هي هتمشي فيه، ولازم تقعد وتفكر هتعمل إيه وتسمع نصيحته. لكن هي بعصبية بترد عليه وبتقوله إنها تسمع نصيحة شخص فاشل زيه يا دوب تعرفه من كام ساعة، ورفض إن هو يروح اختبار الأداء بتاعه بسبب حبيبته القديمة. لكن نيك بيقول لها إن هما لازم يروحوا مكان دافي عشان أعصابهم تهدى شوية. بيروحوا الأوضة بتاع داني اللي عطاهم الكارت بتاعها، وبعدين بيحاولوا يقربوا من بعض وبيفضلوا كل الوقت مبسوطين سوا. وبعدين بيقعدوا يتكلموا عن اللي في دماغ كل واحد فيهم، وبيقول لها نيك إن هو اتمنى إن هو يستمر في العزف الوقت تدخل فيه هانا وهو بيعزف، وتطلب منه إن هما يرجعوا لبعض. وبتقول له بروك إنها عايز ترجع تاني وتحاول إنها ترجع جوازها وتصلح حياتها زي الأول. وبنشوفهم وهم راجعين للمحطة اللي اتقابلوا فيها، وهناك بيودعها نيك وبيكونوا زعلانين إن هم هيسيبوا بعض، لكن نيك بيتمنى لها حياة سعيدة. وهنا بيخلص ملخصنا. يا رب يكون عجبكم، ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay.